يجب إذا ثمة إمكانية للابتكار فهي لهذا الجيل. جيل يعني مخصوص جدا، عنده قاعدات استهلاكية للإعلام مخصوصة جدا، لم ينقطع عن الإعلام. بالله يزيدني 10 دقائق لأنه في أشياء شوف جيل زاد هذا، لأنه ثم حاجة يجب أن أشير إليها مهمة جدا. الدراسات الدولية العالمية ماذا تبين؟ تبين أن الجيل زاد منقطع عن الإعلام التقليدي، لكنه غير منقطع عن الأخبار، لأنه يتابع الأخبار من مصادر جديدة. احنا في تونس عندنا مشكلة كبيرة جدا. هناك بعض الدراسات، دراسة أنجزها أستاذ في علم الاجتماع اسمه عماد المنليتي في إطار برنامج الشرق الأوسط حول الشباب والحياة السياسية بشكل عام، بيّنت أن 61% من الشباب جيل زاد والميلينيوم والأكثر من جيل زاد اللي تولدوا انطلاقا من 85 84 يتابعون وسائل الشبكات الاجتماعية أهم مصدر بالنسبة إليهم على حساب التلفزيون. التلفزيون تراجع من 2016 2021 ب 30%. بالنسبة للثقة في المؤسسات، هذه ليست أرقام عماد المنليتي في دراسة معروفة موجودة اسمها الشبان والشابات في تونس. الثقة في الإعلام 7%. الثقة في الشرطة 15%. يعني تصوروا أنتم الشباب التونسي يثق مرتين في الشرطة أكثر من الإعلام. هذه ليست أرقام، أنا أتأسف لذكر هذه الأرقام.